بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة حابة اشارك معاكم فيديو جديد بروتين جديد من روتينات الفلاحين. اتمنى ان شاء الله انه يعجبكم، واتمنى طبعا من كل حبايبي اللي بيعجبهم القناة ولسه ما اشتركوش، اتمنى انه يشرفوني وينوروني ويشتركوا في القناة. واتمنى من كل حبايبي اللي بيعجبهم الفيديوهات، اتمنى كل اللي بيشوف الفيديو يعجبه، اتمنى انه يحط لي اللايك. اللايك يعني بيرفع الفيديو انه يتشاف او يتحط في مقترح اليوتيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فطبعا فضلا منكم ورجاء ان طبعا اللي يعجبه الفيديو اتمنى انه يحط اللايك بالله عليكم، ما ينساهوش، لان دي بتفرق في الفيديو. وطبعا كنوع من جبر الخواطر، يعني انا لما ادخل كده والاقي الفيديو عليه لايكات بحس ان شغلي يستاهل وبحس ان تعبي ليه فايدة، فبكون مبسوطة طبعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا النهاردة هشارك معاكم، طبعا دي كانت قشطة اللي في الطبق البلاستيك دوت، دي قشطة انا يعني بلمها من على وش اللبن اللي عندي. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا عندي مربية البهايم، عندي الجاموسة وعندي البقر. لبن الجاموسة ده اللي انا برجده وبعمل منه القشطة والزبدة والسمنة والمرتة، وزي ما هتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو والجبنة كمان. انما اللبن البقري عندي زي ما قلت لكم في فيديوهات قبل كده ان اللبن البقري عندي خفيف او مش دسم بما فيه الكفاية، فمش بينفع، يعني لو رجدته مش هاخد منه خير كويس او خير يستاهل. فعشان كده انا ببيعه لبن حليب، ده بيكون اكسب لي. اللهم صل على سيدنا محمد. انما طبعا اللبن بتاع الجاموسة انا بأحلبه وباخده. طبعا احنا دلوقتي في فصل الصيف، فباخد اللبن وادخله على التلاجة على طول، يقعد يوم كامل في التلاجة، وبعد كده اطلعه بره في مكان برضو يعني يكون رطب او طراوة او مكان بارد، ما يكونش المكان سخن او حر، لان اللبن في فصل الصيف لازم له معاملة خاصة. وطبعا احنا عندنا الجو حر جدا، فمش هيتماشى معاه غير التلاجة. فعشان تلمي خير كويس او قشطة كويسة من على وش اللبن وتعملي قشطة وتعملي جبنة وتعملي خير يستاهل، لازما تعاملي اللبن معاملة كويسة. فأهم حاجة في فصل الصيف هو دخول اللبن التلاجة. من أول ما تحلبيه دخليه التلاجة يقعد يوم كامل. ما عندكيش مثلا مكان في التلاجة وهتحطيه في الفريزر، حطيه في الفريزر زي ساعتين أو 3، بحيث انه يسقع جامد، وبعد كده بتطلعيه. فبياخد وقت على ما يبدأ تاني ياخد درجة حرارة المطبخ أو درجة حرارة الجو العادي، فهيكون بدأ يخرج القشطة بتاعته. انما لو ما حطيتوش في التلاجة وسبتيه كده منه في المطبخ كده او في المكان بنفس درجة حرارة الجو اللي احنا فيها ديت، اللبن هيروب معاكي قبل ما يطلع الوش بتاعه او قبل ما يخرج القشطة بتاعته، فهيروب بخيره. هتلاقي معاكي مفيش كمية قشطة تستاهل ابدا انك تعملي منها سمنة او زبدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا بخض هنا، يعني طبعا انا بجيب كده عايزه اقول لكم ان الجو عندنا في المطبخ نار بمعنى نار، فانا مش بستحمل الحر، فباخد كده لما بيكون عندي شغله مثلا عايزه شويه رز بنجيهم قشطه بخضها زي ما بخض معاكم دلوقتي، بروح اقعد كده في المنظره عشان اشغل المروحه، لان المطبخ حر ومش بستحمل القعده فيه، يعني اقل شويه حر بيأثروا على صدري او على نفسي، اللي هو زي كرشة نفس كده او زي ضيق في صدري كده، مبقاش عارفه اتنفس. فانا باخدها من قصرها كده بدل ما اموت في المطبخ فباخدها واطلع
اي شغله كده يعني عايزه قاعده مني او عايزه وقت، بطلع اعملها في المنظره كده قدام المروحه، لان البيت من قدام يعني طراوه شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا خضيت القشطه بتاعتي، طلعت منها الخض اللي هو في الجردل الصغير دهوت. الخض ده انا هعمل منه مرته، هتشوفوها دلوقتي في اخر الفيديو. واللهم صل على سيدنا محمد. وخدت الزبده اللي انا طلعتها، وكان عندي كمان يعني حته زبده كمان كده في الطبق الاخضر دهوت، كنت عيناها في الفريزر، يعني شوفوا متجمده خلاص اهيت. فطلعتها مع دي طبعا كان في ناس عايزينها سمنه يعني، فانا اللي عايز مني سمنه بقى اعملها سمنه، اللي عايز زبده بقى اديها له زبده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فكان عندي كده قطعه زبده في الفريزر، طلعتها على الزبده اللي انا خضيتها معاكم دلوقتي، وحطيتها على النار عشان ان شاء الله اعمل منها السمنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السمنه، وطي الصوت يا ياسمين، وطي الصوت. السمنه بتاعتي او الزبده بتاعتي اول ما تبدا تفور معاكي، وطي النار بتاعتك على الاخر، خلي النار هاديه، بحيث ان المرته بتاعتك اللي هتطلع من الزبده ما تبقاش يعني حته محروقه وحته لسه بيضه، لا تبقى زي بعضها. فانت اول ما تحسي ان الزبده بتاعتك طبعا هي بتفور، لو ما خدتيش بالك وسبتها على نار عاليه من البدايه كده بتبدا تفور. فبتاخدي بالك كده في الاول لحد ما تبدا معاك الزبده تفور كده، وابداي هدي عليها النار وسيبيها بقى مع نفسها كده بالراحه. وانت رايحه جايه كده قصاد برضو الشغل بتاعك، مثلا بتغسلي مواعين، بتطبخي للغدا او بتعملي حاجه، ابداي هدي بقى النار بتاعتك وانت رايحه جايه كده تقلبيها وتشوفيها برضو. شوفوا يعني هي بدات تفور اهي. فانا دلوقتي يعني ههدي لها النار بقى واسيبها براحتها خالص. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا كفلاحين يعتبر ده يعني اكل عيشنا، هو الانتاج الالبان ده، هو الفلاحين اللي زي حالاتي كده اللي هم بيربوا مواشي يعني. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا فصلت الفيديو ورجعت كملته تاني عشان ما يبقاش بس طويل. دي السمنه بتاعتها اهيت، بسم الله ما شاء الله، بدات بقى تخرج المرته لوحدها في قعر الحله. والسمنه بتاعتي بسم الله ما شاء الله، اللون بس يعني مش عايز كلام، هو موضح نفسه. زي ما قلت لكم كده احنا كفلاحين بنربوا مواشي وكده في البيت. طبعا ابو امير يعني فلاح، ملهوش وظيفة ولا شغل ولا اي حاجة، هو شغلنا في الفلاحة. فاحنا عندنا قطعة ارض بتاعتنا، احنا قطعة ارض ملك يعني، بس المساحة صغيرة مش كبيرة. فبنزرعوها، وكمان مأجرين يعني من ناس بره، كمان مأجرين ارض ان احنا يعني نوسعوا الرزق شوية. ابو امير عندنا البهايم في البيت، ابو امير بيجيب لي اكلهم، انا باكلهم واحلبهم واسترزق بقى منهم بالخير بتاعهم. عندي لبن وببيع، عندي ما شاء الله الجاموسه برقد اللبن، اعمل الجبنه، وبعمل السمنه، وبعمل الزبده، اعمل المرته. كل انتاج اللبن ما شاء الله بعمله بايدي في بيتي من انتاج البهايم اللي عندي. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين احنا اسره صغيره كده يعني، ما فيش غير امير وياسمين اولادنا. فطبعا ببيع بقى السمنه، ببيع الزبده. طبعا قالوا في الطبق البلاستيك دي السمنه هي بعد ما طفيت عليها النار طبعا ووزنتها كمان، حضرتها كده طبعا بحطها في التلاجة ان هي تمسك نفسها. وده الخض اللي طلع من القشطه او طلع من الزبده، هحطه في الحله واعمل منه المرت. هتشوفوه معايا في اخر الفيديو، هتشوفوا المرته اللي انا عملتها، اللي هتشوفوا المرته اللي طالعه من الخض دي، وهتشوفوا المرته اللي طالعه من الزبده. طبعا مرته الخض اللي في الحله ديت بتتعمل بيها اللهم صل على سيدنا محمد. السمنه هيت مرته الخض ديت بنعمله منها المش. انما المرته اللي طلعت من السمنه او المرته اللي طلعت من الزبده دي ما شاء الله بتتاكل، معمولة للأكل، طعمها جميل جدا لأن بتكون فيها سمنة فلاحي،
طعمها جميل جدا. انما مرتة الخض اهي، مرتة الخض ديت بنستخدموها في عمل المش للجبنة القديمة يعني او الجبنة الحادقة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. طبعا هي المرته اللي بقول لكم عنها مرته الاكل اللي في الطبق الصغير ديت، دي مرته للاكل ما شاء الله، طعمها فوق الخيال وريحتها كمان جميله جدا. اتمنى ان الفيديو بتاعي النهارده يعني يكون يعني عجبكم. اتمنى ان اللي عجبه الفيديو طبعا اتمنى يحط لي اللايك. اتمنى ان اللي لسه ما اشتركش في روتين الفلاحين وعجبه روتين الفلاحين او بيحب روتين الفلاحين، اتمنى انه يشرفني وينورني ويكتر عيلتي ويشترك عندي طبعا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات شيقة وممتعة ومفيدة في نفس الوقت ان شاء الله، واكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.